انت بتقول business is simple. كل اللي انت بتقوله ده simple. طب هو ليه بزنس اسمبل؟ انا فكره بزنس اسمبل جت من 2018. انا كنت شغال في شركه، الشركه دي انا كنت عامل لها البلان بتاعها في 2017، وده كان تاني رقم اخده، كان فرق كبير بين ال 800 جنيه والرقم اللي انا خدته. طبعا مش هتقوله طبعا. لا عادي والله. لا بهزر. لا عادي مفيش مشكله. لا ما تقولش. الشركه حبت تتوسع في 2018، انا بدات معاهم 2017. 8 2018 الشركه جابت ناس من اشهر بزنس كونسلتيشن في مصر. اوكي. وانا بالنسبه لي في الاول بقى انا زي ما بقول الحاجات الكويسه اللي فيها، بقول الحاجات اكيد كلنا فينا عيوب ومميزات. كان نوع من انواع الغرور، طب انتوا ليه تجيبوا الاكس او الشخص ده؟ انا موجود. اوكي. يعني انا موجود، انا اعمل لكم كل حاجه، من اللي اعمل لكم دراسه الجدوى. ايوه. فالاونر قال لي انت هتتعلم منه. لا انا مش محتاج اتعلم من حد، انا معايا. دي غلطه كبيره طبعا دي غلطه كبيره جدا. انا دارس دبلوم التسويق من الجامعه الامريكيه، وانا لا ده احنا دارسين حاجات كتير. لا ده قبل انا بتكلم. احنا عايزين نقول انا هتكلم يعني قول لي الحاجات دي جت امتى؟ ما شاء الله يعني. انا لما شفت الشخص ده وتعاملت مع الشخص ده حسيت ان انا ولا حاجه. أوكي. يعني فعلا يعني لما جم الناس الكونسلتنت دول وقعدت معاهم، لا اللي انا عندي ده ولا ليه لازمه، ناقصني كتير. لا انا مش ناقصني، انا ما عنديش حاجه اصلا. لا بجد انا عندي خبره الموظف او خبره المدير. لكن لسه مش عندي خبره البلان، ان انا يعني اللي انا عملته للشركه وخدت الرقم ده. بس لكن ما عنديش ان انا ادخل. هم عجبوني في ايه؟ ان هم دخلوا لعبوا في تكوين الشركه. اوكي. عملوا ايه يعني؟ دينا اكزامبل الناس دي بتعمل ايه؟ دخلوا عملوا دراسه ماليه ودراسه تسويقيه وحطوا فاليو ودرسوا التيم وحطوا عدوا على كل الاقسام جوه الشركه، كل حاجه. اوكي. وانا بقى كانت علامه الاستفهام ان الشركه دفعت رقم كبير للناس ديت، والناس دي عتاوله، يعني محدش يقدر يقول الناس دي عامله كلام غلط. والبلان اتكتب 75 ورقه في النهايه بعد 4 شهور اتحط في درج المكتب ومتنفذ. بس دي مشكله اونر بقى. لا هي مش مشكله اونر. امال المشكله هو اكيد الاونر هو مش عايز يخسر. امال مشكله تيم؟ لا مشكله طريقه تقديم البلان. يعني الناس دي قدموا البلان ورق تقصد؟ لا هو ما قدموا كل حاجه، بس بطريقه بزنس كونسلتنت. بدماغ ناس دارسه بزنس. يعني انا كنت سبت الشركه، انا ما قعدتش مع الناس دي كتير، انا ما كملتش معاهم ال4 شهور. اوكي. لكن شفت البلان وقريته. البلان مكتوب اكاديميك، مش بشكل عملي. لا هو قالوا لهم ازاي ينفذوه، لكن ما ادهمش الوي. يعني انا لما اقول لك اعملي كذا غير لما ادربك طبعا تعملي ده. انا بالنسبه لي كانت علامه استفهام، انت ليه تدفع رقم زي ده وما تنفذوش وانت مقتنع ان الشخص ده ادالك السيرفيس كامله؟ يعني انت ما عندكش لوم على الكونسلتنت دوت. اوكي. دي كانت علامه استفهام كبيره بالنسبه لي. لما بدات ادخل بقى واعرف نفسي ان انا بزنس كونسلتنت، ايفن حتى وانا ستيل موظف، لازم يبقى فيه ديفرنشيشن. حطيت ايدك فين الحته الجاب اللي عند الناس دي، فانا اعوضها بقى عندي أنا في البيزنس بتاعي. انا كان لازم اشوف الناس دي بتشتغل ازاي، كان لازم ادرس. من 2018 انا كان لازم ادرس.